اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل أكلة حلوة كده وسريعة، في نص ساعة بتكون جاهزة معانا. هنعمل صينية كفتة بالبطاطس، مقاديرها بسيطة جدا من غير كلكعة كتير. بس لو أول مرة بتشوفيني، أنا مروة، أتمنى تدعميني بلايك والاشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا الجمال، بصوا الكفتة وجمالها. هنقدموها مع بعض بعيش وطحينة وجرجير وشوية مخلل كده، حاجة كده ايه من الآخر يعني. هنخش في الطريقة. عندي هنا ربع طن لحمة مفرومة، وبشر عليها حتة دهنة أو ليا الموجودة عندي، بتخلي الكفتة طعمها جميل جدا. تمام. وعندي هنا بصلتين وسط، فرمهم في الكبة أو قطعيهم مكعبات صغيرة. وعندي هنا البهارات: ملح، فلفل أسمر، رشة جوز الطيب، فصين توم بس. مش هحط غير دول عشان أنا جايبة خلطة كنور، عفوا خلطة ماجي أو كنور، أي حاجة من الاتنين. بس الصراحة أنا جربت الاتنين، بس ماجي النكهة بتاعتها أحلى. دي بتعمليها على نص كيلو، بس الصراحة أنا جبتها واستعملتها مرتين. عملتها مرتين الصراحة، كفتة مرة كفتة حياتي، ومرة على صينية الكفتة دي. فهي الطعم بتاعها حلو قوي، فبتدي نكهة جميلة قوي. تمام. احنا مش هنحط عليها هنا، هي فيها كل حاجة. هنحط هنا مع بعض البصل وجوزة الطيب فقط، وطبعا بنحط ملح عشان هي ما فيهاش ملح خالص، وبنحط فلفل اسمر علشان الزفارة بتاعت اللحمة. تمام. انا هنا دمجت اللحمة المفرومة واللية مع بعض. وهنزل بقى عندي هنا بالبصل، وهنزل بالبهارات، بكيس البهارات. تمام. انا المره اللي فاتت كنت حاطه اكتر من كده، يعني هو كيس الصراحه بيبقى فيه كتير. وهنا حطيت الملح والفلفل والجوز الطيب وفصين الثوم، وهدمجهم كويس. هخليهم كده يتعجنوا، يعني هعملهم بطريقه العجن، لان الكفته كل ما تعجنيها اكتر كل ما تفكش معاكي. الكفته لازم تعجني فيها كتير. لازم تخليها ان هي تعمل معاكي زي انسجه وخيوط كده. بصي، بصي عامله زي خيوط كده. ما تسيبيهاش من العجن غير لما تعمل معاكي الخيوط دي، وسيبيها ارتاح حوالي 10 دقايق. لما تعجنيها كده استحاله تفك معاكي، شويتيها، عملتيها صينيه، حمرتيها، استحاله تفك معاكي. تمام. تمام. وهي بترتاح، هنجيب هنا مع بعض كيلو الا ربع بطاطس، وهقطعها حلقات. هقطعها بالثوم كده كده عشان تستوي معايا والكفته تلحق تستوي معايا. تمام. لو عايزه تزودي كفته اكتر، عفوا، بطاطس اكتر من كده زودي. ممكن تحطي كيلو، كيلو وربع. زودي، طعم البطاطس اصلا بيبقى احسن من الكفته. والله هتسيبي الكفته وتاكلي البطاطس، لان التوابل وحاجات الكفته كلها بتنزل عليها. حطينا هنا حطينا هنا ملح وفلفل اسمر، تبلتها بيها، وشويه زيت. هتبل البطاطس كده بالبهارات دي: ملح وفلفل اسمر وزيت، رشه زيت كده بس، عشان البطاطس معايا تبقى حلوه بتلمع. تمام. تمام. رصيت عندي هنا كده البطاطس في الصينيه، وهبتدي بقى هنا كده اصبع الكفته. اصبعها على مسن او على معلقه خشب، اي حاجه موجوده عندي متاحه هصبعها عليها. تمام. هصبعها كده كلها، خلاص الكميه كلها، وهرصها في الصينيه. تمام. تمام. هنا هخلص الكميه كلها، خلاص انا كده صبعتها كلها. بصي هنا سيبيها حوالي ربع ساعه او تلت ساعه في التلاجة ترتاح. كل ما بتقعد كل ما طعمها بيبقى جميل. هنا ارتاحت معايا حوالي نص ساعة، وبعد كده حطيتها على النار، وحطيت لها حوالي كوباية مية أو كوباية إلا ربع مية، وهغطيها بقى وهسيبها. بتقعد حوالي تلت ساعة بس على النار، وبتكون جاهزة معايا. أكلة والله العظيم مفيش أسهل من كده، والطعم ولا أحلى. بجد مفيش، يعني مفيش أحلى من كده طعم. بصوا الجمال والحلاوة، مع شوية طحينة كده، وبألف هنا.